معاكم قناة أكلة وقصة. لو أول مرة تشوفوني متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. هنعمل مع بعض النهاردة الكباب القمر اللي انتوا شايفينه ده، ريحته جايبة لحد آخر الشارع. هنعمل أحلى حفلة مشاوي ومش هتشتري بعد كده كباب من عند الكبابجي. هقولك على كل الأسرار بتاعة المشاوي والطريقة الجميلة اللي احنا عاملين بيها. أنا كان عندي كيلو لحمة موجود في الديب فريزر، قلت أطلعه وأدلع نفسي وأدلع عيلتي وأعمل أحلى كباب وكفتة. يلا بينا بقى أقول لكم على طريقة الكباب. معايا هنا كيلو لحمة متقطعة قطع صغيرة، معايا خل، معايا زيت، معايا ميه بصل، ميه طماطم، وملح وفلفل اسمر. هنجيب بقى آه هنجيب علبه تلاجة هنتبل فيها. اهم حاجه في الكباب ان احنا نقطع قطع اللحمه مكعبات صغيره، ومعايا كمان قطع من الدهن علشان خاطر تطري الكباب. انا جبت بصلتين كبار وبشرتهم، عصرتهم واخدت الميه بتاعتهم، هي دي اللي انا محتاجاها. تقدري تستخدمي التفل بتاعها في الكفته لو هتعملي كفته. وكمان جبت طماطميتين وبشرتهم واخدت ميه الطماطم بتاعتهم، وهحط عليهم معلقه من الخل بتطري الكباب وبتخلي طعمه حلو وما يشدش معاكي بعد الشوي، ومعلقه من الزيت. وبعد كده بقى هبدا ابهر الكباب بتاعنا. الكباب مش محتاج بهارات كتير علشان خاطر تقدري تستمتعي بطعم اللحمه. فنزلت عليه بمعلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وهقلبهم مع بعض. وهنسيب التتبيله دي لمده ليله في التلاجة. لو انت مستعجله تقدري تسيبيها اقل حاجه 6 ساعات، وبعد كده هنشتغل فيها. معايا هنا بقى اسياخ خشب بكون نقعها في ميه قبل الشوي بساعتين. لازم الميه تكون مغطيه الصيغ الخشب كله. انا هنا حطيتها في كوبايه بس عشان التصوير عشان تقدروا تشوفوها. وبعد كده بقى هبدا اشكل اسياغ الكباب. انا هنا معايا خضاري طماطم وبصل وفلفل رومي الوان، اخضر واصفر واحمر، ومعايا فلفل حامي. بحط قطعه كباب واحط عليها حته من الدهنه، وبعد كده احط قطع الخضار زي ما انت تحبي. طبعا انت وذوقك في الخضار اللي انت بتحبيه. اهم حاجه في الكباب التسويه بتاعته. هنولع الفحم على الاخر خالص، وبعد كده هنحطه في الشوايه يكون ارتفاعها ما بينها وما بين الفحم حوالي 10 سنتي. هنسيبه على الوش الاولاني لمدة 10 دقايق، وبعد كده هنقلبه على الوش التاني العشر دقايق التانيين، ونفضل هكذا لحد 30 دقيقة أو لحد ما يستوي الكباب بتاعنا. هنا بعد ما شكلناه، لو انتوا لسه مكملين معايا الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير. شكرا لكم على المشاهدة، وانتظروني في وصفات أخرى مع تحيات قناة أكلة وقصة. باي باي.